سيداتي أنساتي سادتي، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراني المحدث الواعد أدام الله توفيقه وأزاده الله من علمه، المتبسط في أحاديثه البليغ في عرضه، له كل التقدير والإعزاز، ونحن ننتهز هذه الفرصة المتجددة لكي نتوجه إليه بالشكر والتحية. الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، ما هو حد الحرابة؟ ربنا انتهى الذين يحاربون في الأرض فسادا. الله يريد أن يقول أنا خلقت لكم الكون على هيئة الصلاح، فما كنتوش تبقى تهدى بس حافظوا على صلاح وما تفسدوش. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أنا خلقتها على هيئة الصلاح، ما تفسدوش فيه. يعني خلق مية تنزل من السماء، ماء طيب كده ولكن يشربوه، ما تفسدوش انتوا بقى، تحطوا في القمامات وتحطوا في الوساخة والقذارة ومش عارف ايه بتاع، خليكم جو كده تستنشقوه طيب صافي، برضه ما تفسدوه أي حاجة. ولذلك أن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى الحق حين خلق الكون على هيئة الصلاح يريد منا إما أن نبقيه على صلاحه فلا نفسده، وإن كنا عايزين نرقي شوية لا يعني كنا بنشرب من ماء البحار من الأنهار يعني أو من الآبار، خلاص ما جيش بقى البحار أطلقها زي ما بنعمل كده كل الساخة زي ما بيقولوا دلوقتي كل ساخة ماء كده، وبعدين الآبار ما يجيش البير كويس كده بنعمله ونطمره ونرمي فيه قدراتنا ونرمي فيه مش عارف ايه ونسيب الرمل يشده اصلحوه خلوه كده صالح. وبعدين ان كنتوا عايزين حاجه ثانيه انا شغال عقولكم بقى. انا وديتكم الماء لما تنزل من السماء، ساعة ما تنزل من السماء ما تستقرش على الاعلى حتى تملأ الادنى. شوف ازاي؟ لا تستقر المياه في الاعلى حتى تملأ الايه؟ الادنى، وتعلى لحد ما توصل. اذا الادنى ده الاكثر محل العنايه. ادي واحده. ساعة ما تيجي بقى انت عايز تريح الناس من انهم يروحوا للميه والجردل ولا يقولوا الزلعه ولا فكر بقى كده انك انت بدل الميه تيجي من الاعلى للأوطى تعالى كده. قال الله طب ما لما تيجي من الاعلى للأوطى ما نبني شهيد على الامام بعد ما علي تطلع اعلى حاجه والله ميه وبدل نجيب مواسير منه كده تروح للبيوت، يبقى وفر على الناس ايه؟ دي اسمه زياده في الاصلاح، لم يفسد بل زاد في الايه؟ زاد في الايه؟ في الاصلاح. يبقى ما دام كده لا تفسدوا في الارض بعد ايه؟ بعد اصلاحها. ليه؟ علشان تعيشوا كلكم، يعني ما فيش واحد يريح نفسه على حساب الثاني. مثلا انا منذ ماشي انا والاستاذ الدكتور حسين وابن بشير في شارع هناك، فالدكتور حسين جاب عندنا بيعمل كده بتاع حاجات زي دي، بعدين بناها في الشارع كده زي ما بنعمل اغلبنا. فطفل قد كده راح ماسكه وخد بايده كده وقعد يدور للورا، قال له شيء طعمه زي السمنه اللي محطوطه علشان يرمي فيها الماء. شوف بيحافظ على ايه؟ حافظ على جمال الايه؟ على جمال البيئه ولا يعملش ايه؟ ولا يعملش الخضار. فالله سبحانه وتعالى طلب منا بمنهجه اننا نلقي الصلاه على صلاحه او ايه؟ او نعلم الصلاح ونضيع الايه؟ ونضيع الخير. قال تعالى إنما كانوا ينزلوا الست بتوع الطهر عشان يعملوا الدكتور ولا يعملوا البطانية ولا يعملوا الفرش وبتاعهم دي، وبعدين العقل ارتقى وعملوا المباني اللي هي آلية
مثلا، وكان برضه يسيبوا كده بالبتاع كده وعمل يعني التقاءات. هذه الالتقاءات يعمل فيها ما شئت، انما الاصل ما تفسدوش. نعم. ده مصداقا لقوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد. ان تخرج الصالح الى فساد. فساد في الماده، تخرب، تجرأ، تحرق، كل دي فساد في الماده. فساد في الخلق انك تعتدي على ايه؟ على امرهم وعلى راحتهم. كل دي اسمها تحارب الله ورسوله، لان الله ورسوله يريد مجتمعا امنا سالما، بدليل انه لم يمتن على الايه في قوله سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى كل حاجة تيجي ضد دي يبقى دي فساد في الأرض، أو فساد في الأرض، أو فساد في ساكن الأرض وهو الإيه؟ وهو الإيه؟ الإنسان. دي الحرابة، وحرابة لله والرسول، لأنه أخرج الكون عما يريدانه بمنهج الله وصلاحية كل شيء. عقوبة الردة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. يقولوا الناس بتفتكر ان دول ايه؟ بيقف حرية الإنسان في التدين. مين على مين يرتد؟ دي بتسيب الواحد يعمل ازاي؟ قال لك لا. ما دام دخل في ديني انا بقول له رد بالك، انك انت لو اسلمت وهترجع على الاسلام هنقتلك. يبقى معنى ذلك انا بشجعه على انه يدخل الاسلام ولا يحتاط في ان يدخل الاسلام؟ يحتاط. يحتاط في ان يدخل الاسلام، لان تبعات خروجه من الاسلام صعبه. يبقى انا ما خفتش الاسلام ده ولا ايه؟ ما يقول له لا ابعد يا اخوي، ما كنتش واثق من نفسك تمام على انك انت تنزل على الاسلام، انا هقتلك. فلما يعرف كده يقول لما يجي يدخل الاسلام ما يدخلوش الا ايه؟ الا واثق بان ما عند الله خير وايه؟ وخير وابقى. ما تبقاش تبعي وتكسر منهج الاسلام، لا يبقى بعيد عنه امر على كيفك. نعم. ومن هم المرتدون؟ الذي آمن ثم كفر، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، ارتد عن دينه. نعم. ولذلك كلمة الردة دي معناها أنه كان على دين حق فتركه ووال إلى دين باطل. نقول ده مش تعرف، مش ضد الحرية الشخصية، لأن الحرية الشخصية كتبها الأول أنه لا تدخل أي دين إلا وأنت مقتنع بأن هذا هو خير دين وهو ده. يبقى أنا معناه مش بدين الناس بغيرهم، ده أنا بكفرهم حتى عشان ما يخرجوش إلا إذا كانوا يعني أقوياء. القذف. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. المحصنة من هي المحصنة؟ المحصنة هي التي أحصنت فرجها، إما بأن تكون يعني متزوجة وعندها ما يرويها، أو هي عندها عفة. فإذا واحد قال لا ده زانية رماها بالزنا وهي محصنة، يعني محصنة يعني ما حصلش منها، يبقى نقول ان انت رميتها بالزنا تبقى مطلوب منك انك تجيب 4 شهداء يشهدوا عليها بالزنا. صعب المسألة 4 شهداء، مين اللي هيقدر يشوف 4 شهداء وعملوا صعب شوية، لكنه برضه بده يقلل شهرة الجريمة عشان ما يعملش نشوة في المجتمع. فإذا هم 4 عشان يشهد يبقى فادحة، 4 خلاص بقى هنقول إيه؟ 4 مش 1 ولا. طب وإذا ما اكتملوش 4 وكانوا 3 نقول لهم أنت قاذف، يعني رميت بباطل نجيبك حد القذف.
80 جلدة عشان تتقدم. يعني قصف المحصنات 80 جلدة. 80 جلدة لما بيكونش 4 شهداء. 4 شهداء يبقى تجلد. إن كانت عفيفة تجلد، إن كانت بيكن تجلد، وإن كانت غير كده تجلد. لكن ما قالوش أنا 4 ما فيش، نقول ال3 اللي قالوا ناخدهم نجرهم عشان ما فيش حد يقترع على أعراض الناس. مش كل واحد 4 يتفقوا يروحوا يتكلموا فيه.